فاستبشروا خيرا فإن فتح الله قريب، ولن تجدوا منا إلا ما عاهدتم من الإقدام والجلد، فاطمئنوا فلله الأمر من قبل ومن بعد. الكلام اللي قاله علي كرتي ده كلام واضح أن الحركة الإسلامية وخاصة التيار اللي بيقوده علي كرتي عازمين على استمرار هذه الحرب، حتى ولو كان ذلك ضد إرادة الجيش بعد التحولات الأخيرة. وسبحان الله هنا بدأ نقول يظهر معدن الحركة الإسلامية. زي ما قلت لكم هم يجيدوا التلون ويجيدوا أن يتعاملوا مع الظروف. الحركة الإسلامية عندما أرادت عشان تصل للسلطة جات متنكرة بزي العسكر، مش جات قالت أنا اللي عملت انقلاب، جات متنكرة. ممكن بعد 6 شهور حتى اكتشف العالم بأن الانقلاب الذي حدث في 89 هو انقلاب للحركة الإسلامية بقيادة عسكرية. الحركة الإسلامية عندما أرادت أن تحافظ على السلطة حاربت العالم كله وحاربت المجتمع الدولي كله ودخلتنا في عزلة دولية، فكانت أكثر إجهارا وأكثر عداوة، وأمريكا غدنا عذابه. بعد أن سقط حكمها، فأصبحت الآن في البحث عن العودة أصبحت أكثر إجهارا بدعمها للمؤسسة العسكرية، وكأنه هي رسالة مش مبطنة، رسالة واضحة إذا ما ضرت الجيش ما حتقويه. البعض بيعتبر إنه من هنا فعلا أكثر الناس وطنيين هم الحركة الإسلامية، والدليل على كده إنهم هم الآن حاملين سلاح في الخطوط الأمامية، وما يعرفوا إنه الحركة الإسلامية دي من قبل ما تصل للسلطة هم حاملين للسلاح، هم عمرهم ما نزلوا السلاح خطة تحت. يعني الحركة الإسلامية دي كل علمك يعني ما حصل مرة خطت السلاح تحت. يعني هي عشان تجي للسلطة جات بسلاحها، وعشان تحافظ على سلطتها صنعت قوتها، والليلة عشان ترجع أيضا حامل السلاح. فهي أصلا السلاح ده هي حاملاه يعني. فده ما باب إنه أنت تثبته من باب لأجل من، لأنه لأجل من دي أحيانا محتاجة إنك تقيف عليها صح وتفحصها صح وتعرف هل في الحقيقة لأجلك أم لأجلهم. لكن الحاجة اللي أنا داير أقولها في خطاب بتاع علي كرتي هو خطاب تزامن مع فترة التفاوض الجارية الآن في واشنطن. هي مؤشرات على أن التصعيد قائم، هي مؤشرات على أن الضغط على البرهان إنه يتنازل أو يتراجع